خيره وشره. نجد حلاوة الإيمان عندما يتحقق هذا المفهوم في قلوبنا. فنحن عندما نستحضر ونصلي نستحضر ألوهية الله سبحانه وتعالى، ونقرأ القرآن ونصلي على المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونعتقد أن هذا العمل الذي نقوم به نحاسب عليه ومحسوب علينا في اليوم الآخر. عندما نصوم نؤمن بأن صومنا لله سبحانه وتعالى، الصوم لي وأنا أجزي به. متى يكون هذا الجزاء؟ في اليوم الآخر. نعتقد أيضا عندما يقول لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول الله ونبيه بأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الجنة لا تكون إلا عبر اليوم الآخر. هذه الحلقة نتحدث حديث الآخرة، كيف نستحضر هذه المفاهيم ونحن نحج ونحن نصوم ونحن نصلي. حديث الآخرة موضوعنا الحلقة. دكتور مرحبا بك. مرحبا. ارتحت شوية؟ أحسن. الحمد لله. الله يبارك فيك. حديث الآخرة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا على هذا الاختيار الموفق أخي أحمد لهذا العنوان الذي ينبه الناس إلى التفكير في اليوم الآخر. لا شك أن الدنيا بهمومها وأشغالها وآمالها الواسعة قد تنسي الإنسان التفكير في اليوم الآخر، وأن الموت هو الباب الذي نالج به إلى رحلة الآخرة الخالدة. كم من رحلة يقوم بها الإنسان في دار الدنيا، ولكن رحلات تعيد أصحابها. اللي حاج يستناه الشهر ولا أكثر من الشهر، واللي يدير عمره كيف واللي يروح في أي سفر من الأسفار، عادة عموما ينتظر أن يعود، ولكن الذي يرحل يعني هذه الرحلة إلى الآخرة لا يعود، فهي الرحلة الخالدة. والموت هو الباب الذي ندخل منه إلى الدار الآخرة. حينما نستحضر آيات كثيرة ونصوص كثيرة، كي يقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. دائما يذكرنا بهذا الإيمان بالله عز وجل، ثم يأتي الإيمان باليوم الآخر. ومما قاله أحد العلماء والشيخ محمد الغزالي رحمه الله، يقول: إن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. إن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. إذا كان الإنسان مؤمن بالآخرة، ما هوش معناه يعني يترك هذه الدنيا، لا فلاحة ولا زراعة ولا تجارة ولا تعليم ولا شيء، يتفرغ للآخرة أبدا. نعم، لك الأذان يرفع الأذان. نعم. الله يبارك فيك. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر. هل سألوا عبر خامسة القرآن الكريم من الجزائر. نعود إلى حديث الآخرة والدكتور سعيد الكوزري. توقفنا قبل أن يرفع الأذان عند كلمة بديعة لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، قائلا: إن الإيمان بالآخرة لا يعطل الدنيا بل يهذبها. ننظر إلى قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. توازن لكي لا يعتقد معتقد أن الإيمان بالآخرة معنى التفرغ التام للآخرة ونسيان الدنيا. والدنيا جميلة جدا إذا جعلها المسلم الحاذق الذكي الفطن، إذا جعلها مزرعة للآخرة، وإذا جعلها جسرا أو قنطرة يعبر من خلالها بسلام إلى الآخرة. معلش، باختصار شديد، لا يمكن أن يتحقق الإيمان بالآخرة إلا بثلاث أمور أساسية تبين حقيقة الإيمان بالآخرة. الأمر الأول الإيمان بالبعث. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها
أول مرة وهو بكل خلق عليم كما ورد في سورة ياسين. هذه مسألة في غاية الأهمية. سنبعث يوم القيامة بأجسادنا كاملة، لقوله تعالى بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بصمات لزومبرانت تعود كما هي. مؤخرا فقط في 2800 وشوية و82 واكتشفت في مجال العلوم الجنائية كريمنولوجيا علم الإجرام، يعني اختلاف البصمات بين الناس، واستخدمت في المجال الجنائي ومجال البحث عن الجريمة. أو ربي سبحانه قادر على كل شيء. إذن الإيمان بالبعث، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن اختزالا أقول هذه الكلمات المختصرة: الإيمان بالبعث. والمسألة الثانية تبين حقيقة الإيمان باليوم الآخر هي الإيمان بالجزاء. تفضلتم بالقول في مقدمة حديثكم أخي أحمد كيف أن الله عز وجل يتحدث عن الجزاء. اللي يصوم رمضان هو الجزاء نتاعو، واللي يحج الحج المبرور هو الجزاء نتاعو اللي هو الجنة، في الصيام أما الصوم فهو لي وأنا أجزي به، وأشياء كثيرة، أمور كثيرة وعبادات. وكذلك هناك أيضا تحذيرات وتنبيهات: الذي ارتكب كذا وكذا مخالفات لما مقتضى كتاب الله عز وجل ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا مواعيد وهناك وعود من الله عز وجل ووعيد. هناك وعود وهناك وعيد. وأقول كلمة أيضا مهمة في هذا الباب: إن الله لا يخلف الميعاد. يعني وعود الله تتحقق، وعود الله تتحقق. إذا كي نقرأ القرآن الكريم ولو نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جميع العهود، جميع الوعود، جميع الواعيد سوف يتحقق في اليوم الآخر، لأن القائل الواعد هو الله سبحانه وتعالى. إذا الإيمان بالجزاء ليست كل، يعني جميع القضايا، ما هوش كل القضايا التي تحصل بين الناس تحل بين الناس في دار الدنيا. صحيح. بل معظم القضايا يعني تؤجل إلى اليوم الآخر. كم من مظلوم لا يجد دليلا أو بينة للدفاع عن نفسه وضاع منه حقه، وكم من ظالم يعني يجمع ويحشد الأدلة والقرائن الكثيرة جدا لإثبات حق بغير حق. صحيح. كم لذلك ذلك الإنسان المظلوم يقول نتلاقى في الآخرة والحمد لله رب العالمين. ثم النقطة الثالثة: الإيمان بالجنة والنار. هذه مسألة في غاية الأهمية، الإيمان بالجنة والنار بعد الحساب والجزاء الثواب والعقاب في الآخر، آخر محطة إما جنة إما نار. أختصر كل هذا الكلام من خلال بعض النصوص، أكتفي بذكر قوله تعالى في أواخر سورة الزمر حينما يقول رب سبحانه عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى آخره، حتى نوصل في الأخير يبانوا زوج أصناف: أهل النار وأهل الجنة. وربنا سبحانه لحكمة أرادها بدأ بالحديث عن مآل أهل جهنم باش أصحاب الجنة يفرحوا أكثر، يقول يا ربي الحمد لله كي ربي نجاني من هذا الناس اللي رايحين لجهنم. في قوله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، جماعات وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ما كايش متكبر كي اللي ما يطيعش ربي سبحانه ما يستعرفش به. وبعدين ربي سبحانه يحكي لنا عن الطائفة الناجية، عن المؤمنين المسلمين الأتقياء، يقول: وسيق الذين اتقوا ربهم. لاحظ معي قبل ذلك يقول: وسيق الذين كفروا. الآية ما قالش الذين كفروا بربهم، لا، ولكن كي تكلم ربي سبحانه المؤمنين الأتقياء قال: وسيق الذين اتقوا ربهم. هذه الإضافة نتاع التشريف. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ترحاب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وما كاينش كلمة تفرح المؤمن التقي كما كلمة خالدين، معنى eternal. ما هوش مكوث في الجنة لعام أو لقرن أو قرنين ثم يعود مرة أخرى إلى الدنيا، هذه كارثة. هو يخاف يقول إذا كان نجحت في الدورة الأولى ممكن نخسر في الدورة الثانية. ولكن كلمة خالدين تفجر ينابيع الفرح والسعادة
في قلوب الاطمئنان. المؤمنين والاطمئنان والسكينة. أعود إلى الآية، يقول خالدين فيها فنعم أجر العاملين إلى آخر. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. أعود إلى كلمة الوعد، إن الله لا يخلف الميعاد. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين إلى آخر سورة الزمر. لذلك هذه الآيات العجيبة تبين لنا الإيمان بالآخرة. وأختم كلمتي بآية وبعض الآيات الشعرية، فأقول آخر آية أنزلت عند جمهرة العلماء، ما هوش الآية اللي يعرفوها الناس اليوم أكملت لكم دينكم، لا، هذه نزلت في يوم عرفة، هي راهي في أوائل سورة المائدة. ولكن آخر آية أنزلت في القرآن الكريم عند جمهرة العلماء والمفسرين هي الآية التي نزلت والتي وجدت في أواخر سورة البقرة: واتقوا يوما، يوم الآخر، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وصدق الشاعر إذ يقول: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك أي الدار تختار، ما للناس سوى الفردوس إن عملوا وإن هفوا هفوة فالرب غفار. يا سلام، شكرا جزيلا دكتور، وأحسن الله إليك على هذه الإضاءات والإضافات، وشكرا على التذكير. وربي يجعلنا إن شاء الله من المؤمنين الذين ينفعهم التذكير، وفي الذكرى تنفع المؤمنين. حديث الآخرة هو موضوعنا اليوم، والحديث عن هذا الحديث إنما يأتي من تلك المقولة الإمام الشيخ الغزالي رحمة الله عليه: أن نهذب الدنيا بالحديث عن الآخرة، أن نستذكر المصير حتى لا ينسى الإنسان نفسه ويخوض مع الخائضين. على بركة الله مشاهدينا الكرام، البرنامج مفتوح على استفساراتكم الهاتفية. أرقام الهاتف تظهر يونس على الشاشة، أرقام هاتف البرنامج، تواصلوا معنا عبر هذه الأرقام. يونس، أرقام الهاتف للبرنامج، اتصلوا بنا نتواصل معكم عبرها. ونذكر بالبريد الإلكتروني للبرنامج، اكتبوا لنا على هذا البريد يونس، البريد الإلكتروني، تواصلوا معنا وسنجيبكم بحول الله في حلقة السبت المخصصة لرسائلكم البريدية. ننتظر إن شاء الله مكالماتكم يونس ومكالمات المشاهدين. أم سليم من العاصمة دكتور تطرح سؤالا: ما حكم قراءة القرآن في الركوع والسجود؟ واسمح لي بإضافة: هل عندما يقرأ الإنسان دعاء وآيات من كتاب الله عز وجل في الركوع أو في السجود عند الدعاء، ما قولكم وما حكم هذه القراءة؟ نعم، في الحقيقة أم سليم يعني سألت سؤال مهما يعني يكثر طرحه. نعم. اللي يصلي يقول: كان في الصلاة الآن أقرأ القرآن قائما من خلال سورة الفاتحة وما تيسر من كلام الله عز وجل في الركعة الأولى والركعة الثانية، ولكن هل يصح لي أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد؟ أجيب السائلة أم سليم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الذي استمعتم إليه رواه الإمام مسلم. إذن يفهم من هذا الحديث كراهة قراءة القرآن الكريم في الركوع أو في السجود. حديث ابن عباس واضح: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم. إذن هذا الحديث نفهمه الحكم هو حكم الكراهة، ولكن تتمة التي ذكرها أخي أحمد بارك الله فيك على هذه التتمة: هل يجوز قراءة بعض الآيات اللي فيها دعاء مثلا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن الجواب نعم، في السجود لا في الركوع. بارك الله. إذن في الركوع نعظم الرب سبحانه عز وجل، سبحان ربي العظيم. أما في السجود نجتهد في الدعاء، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بأن نجتهد في الدعاء، الاجتهاد في الدعاء. ومما قاله في هذا الباب:
أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. نعم. إذا الإنسان يستثمر لحظات أو أوقات وجوده يعني ساجدا، لحظات وجوده ساجدا سجوده، لأنه قريب لرب سبحانه عز وجل، يكثر من الدعاء وينوع من الدعاء. قال العلماء مليح التنويع في الدعاء، موش مثلا يدعو دائما على طول بالصحة وينسى الرزق وينسى الأهل والأولاد والموتى المسلمين والأقارب والأصدقاء والأحباب وأمة الإسلام غيرها. ثم لا حرج أن يقرأ الآيات التي تحتوي على الأدعية كقوله سبحانه وتعالى: ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه، ربنا مثلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إلى آخره. إذن خلاصة القول: قراءة القرآن في الركوع وفي السجود حكمه الكراهة، لحديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام مسلم الذي ذكرناه. وقلنا أنه في الركوع نعظم الله سبحانه وتعالى، وفي السجود نجتهد في الدعاء، ولا حرج شرعا من قراءة بعض الآيات التي تحتوي على الأدعية مثل ما ذكرنا الآن أواخر سورة البقرة. بارك الله فيك وشكرا جزيلا دكتور. سنجيب سيدة أم سليم عن سؤالها الثاني، ولكن لا بأس نستقبل بعض المكالمات. وشكرا حقيقة لفريق التقني الذي يساعدنا في غير عمله، خاصة في استقبال المكالمات. إبراهيم معنا، سيدة أم إبراهيم من أم البواقي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سيدتي، مرحبا بك. عندي سؤال. تفضلي به. عندي أخويا متزوج. أيوة. ومرته حوزتني أنا وحوزت أختي، وهو يعني هو سكير. هو وش به؟ يسكر، يشرب الخمر. اها. وزدت حوزت أمي. أيوة. وكي لو أحكي قلنا له إحنا يعني علاش تخلي فيه يشرب الخمر؟ هي قالت لنا هي أنا نورمال خليه يشرب الخمر على روحه. أيوة. وقالت لنا حتى وكان عافاكم الله حتى وكان يزني نورمال. أيوة تفضلي كملي. كي هدرت ما قلت لها علاش تعطي الهدرة هذه؟ ما ترجعي للطريق ويعني ترجعي للطريق المستقيم. ذاتها كيفاه هو حاول شاته، هو حاول ما حاولني أنا، حاول قطع السبابين خلاص. أيوة. والسؤال يعني المراحل يعني وش هو الحل؟ ما عندنا حتى حل. وخويا ضايع مني ما في زيت، ضايع. طيب فهمنا سيدة أم إبراهيم، يجاوبك إن شاء الله الدكتور. شكرا جزيلا سيدة أم إبراهيم، نجاوبك. تسأل السيدة أم سليم دكتور عن، تقول جاءها الحيض بعد أيام التشريق في العام الماضي، رجعت إلى الوطن بعد طواف أو بدون طواف الوداع لعدم قدرتها على تأجيل السفر، لك تعرف الإجراءات الخاصة بالسفر، فهل عليها وماذا عليها في هذه الحال؟ نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام أبو داود وغيره، يقول: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده يعني بالبيت الطواف. هذا الحديث معنى الإنسان بعد أداء مناسك الحج، بعد الانتهاء من مناسك الحج، ثم يحضر نفسه للرجوع إلى وطنه إلى أهله وبلده، طبقا لهذا الحديث يروح يؤدي طواف الوداع. وبعد هناك مكالمة كريمة من فرنسا. نعم. سيدة كريمة فرنسا. سيدة كريمة. ألو. مرحبا. مرحبا بك أستاذ، ونشكركم على الحصة. حبيت نسأل الشيخ. تفضلي أخت كريمة. أنا تزوجت في سن متأخر، والآن صار لي شهور من اللي تزوجت، لكن العادة الشهرية راحت يعني قطعت عني، وعملت تحاليل وشفت أطباء أخصائيين. حالتي بأني نعاني من سن اليأس المسبق، ونصحوني أنني نعمل التلقيح الصناعي. أيوة. لكن هو هبة يعني يعطوني بوبيكا والماء رجل يعني راجلي، فحبيت يعني الشرع من هذا
الحل إذا كان هو حلال أم نتفاداه. سيدة كريمة، وضحي لي نقطة، كيف يكون التلقيح؟ هو التلقيح الصناعي والطفل الأنابيب. إيه واضح، ولكن كيف؟ فيعملوا تلقيح بالماء الزوجي مع البويضة للمرأة ثانية. بويضة. لأنه أنا ما عنديش بويضات مثل ما حكاولي. طيب سيدتي الكريمة، نجاوبك إن شاء الله. واضح. بارك الله فيك سيدة كريمة، نجاوبك على انشغالك. شكرا جزيلا. فضيلة الشيخ، نعود لانشغال سيدة أم سليم من العاصمة حول الطواف. طواف الوداع. إذن قلنا بأن طواف الوداع في حديث خرجه الإمام أبو داود وغيره، ولكن بعد الفراغ من مناسك الحج، طبقا لهذا الحديث المذكور آنفا، على كل حاج وحاجة أداء ما يسمى بطواف الوداع. وبعد طواف الوداع الاجتهاد في الدعاء بعد طواف الوداع. نظر العلماء إلى هذا الحديث فاختلفوا. جمهور العلماء قالوا بالوجوب، أن طواف الوداع واجب، ولكن المالكية قالوا بأنه سنة. طواف الوداع سنة وليس واجبا. إذن نفتي بسنية طواف الوداع عملا بما استقر في الفقه المالكي. أما بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء ففيه اتفاق، لا اختلاف بين العلماء، أن المرأة الحائض لا شيء عليها. يعني الأخت أم سليم ما تتقلق، ما يعني يشغلها هذا الأمر إطلاقا، لا شيء عليها مادام أدت جميع مناسك الحج. وهي قالت بعد أيام التشريق، معنا أي أعمال الحج كلها انتهت وتمت، نسأل الله أن يكون حجا مبرورا. لا شيء عليك يا أم سليم، ما تقلقي، ما تفكري في هذا الأمر أصلا، لأن الحائض والنفساء عندهم رخصة في شريعة الله عز وجل باش ما يأديوش هذا الطواف، سواء على اعتباره واجبا كما قال العلماء أو على اعتباره سنة كما قال علماء المالكية. أحسن الله إليك، شكرا جزيلا دكتور سعيد على هذه الإجابة. سيدة أم إبراهيم من أم البواقي تطرح انشغالا فيه جوانب متعددة نفهم منه شيخ سعيد أن والدة هذا الزوج الضائع بين قوسين تحت تأثير أم الخبائث يسألون عنه وهم محيط عائلته عن علاقته بزوجته، لأنها طردتهما وهما الأختين وطردت أمه من البيت، وربما تقبل هذه الزوجة بانحراف زوجها وحتى بتماديه. يبدو أنها كيف نتصرف مع زوجة أخينا، وهي تقول أخي ضايع تماما، أنه لا يتحكم في أمور البيت ولا في أموره الداخلية بسبب أم الخبائث، بسبب اللي قام بالطرد هي زوجة، زوجة، وتقول أنه أخوها هذا زوجها يعني لا علاقة له بالحياة، غير موجود بسبب أم الخبائث. نعم. وزوجته هي التي قامت بطرد الوالدة والأختين، والدة الزوج يعني عجوزتها والأختين. نعم. طيب الحقيقة نوجه الخطاب لثلاث أطراف. الطرف الأول هو هذا الزوج، هذا الرجل اللي راه يعني يتعاطى أم الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام كيسمها أم الخبائث لأنه اللي يتعاطى الخمور، اللي يشرب الخمر أم الخبائث، معنى كل العيوب الأخرى سوف يرتكبها ويأتيها، لأن عقله الذي بسببه كرم، ولقد كرمنا بني آدم، عطله بتناوله لأم الخبائث. ما يقدر يسير لا أسرته ولا يتحكم في داره ولا يسير أمور المالية ولا أمور المعنوية ولا علاقاته داخل الأسرة ولا داخل القرية ولا داخل المجتمع. ضائع حقيقة. نوجه له كلمة ووصي، نقول يا فلان ربي يهديك إن شاء الله، اجتهد. تأجيل التوبة إثم يحتاج إلى توبة. اليوم تحدثنا عن يوم الآخر، يعني كل إنسان يبعث على الحال الذي مات فيه أو عليه. يعني تصور معي الإنسان اللي يشرب الخمر ربما يدير في السيارة ويدير حادث ويضرب الشجرة، وعندك في صحيفتك سكير. سبحان الله العظيم. ويوم القيامة يبعث وهو سكير. هناك من يبعث ملبيا كما الناس اللي أن تموت، كالناس اللي تموت في هذه الأيام،
يعني وهم يلبون، وكاين الموت موجودة في كل وقت وفي كل زمن وفي كل مكان. هناك من يبعث ملبيا، هناك من يبعث مسبحا ذاكرا، هناك من يبعث ساجدا، هناك من يبعث قائما أو قارئا القرآن، وهناك من يبعث سكيرا والعياذ بالله، نسأل الله له الهداية. لأنه احنا خاسرين إذا كان مثل هذا الإنسان وغيره أمثاله ماشيين في هذا الخط. في الحقيقة هو خط الضياع، طريق الضياع يقين، ربي يهديه عاجلا لا أجلا. بالنسبة للكلمة الثانية موجهة لهذه الزوجة اللي راهي يعني دارت هذه المظالم، معناها وجدت الجو مناسبا لارتكاب تلك المظالم وإلحاق الأذى وإلحاق الضرر بالغير، وهذا مما لا يجوز. أذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. ذكرنا الآية قبل حين: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذا الظلم مر كثيرا، لذلك الإنسان لازم يبتعد عليه بقدر الإمكان. لذلك الإنسان حينما يطالب يوم القيامة في يوم الحساب والعقاب، يطالب، يأتي طابور من الناس من الضحايا، كل واحد يطلب منه مظلمة. والإنسان العاقل الذكي هو اللي يفرق قضايا في الدنيا، موش في الآخرة. في الآخرة ما كانش أجل، انتهى، يعني انتهى وقت السماح، انتهى كل شيء. لذلك الإنسان لازم يفريه، وهذا ظلم. نسأل الله أن يهدي إلى جادة الحق والصواب. الكلمة الثالثة موجهة للضحايا: قل لهم صبروا، استعينوا بأفراد العائلة الآخرين لعلهم يتدخلون بالنصح والتذكير، ربما إن شاء الله ربي يجيب الخير ويهتدي ذلك الرجل إلى طريق الطاعة والهداية وتنصلح الأمور إن شاء الله. وفلا يأس، ما دمنا في الدنيا ليس عيبا أن تكون لدينا مشاكل وعقبات وقضايا، ولكن العيب هو التمادي في الباطل، التمادي في الانحراف، والعودة إلى الحق فضيلة. أحسن الله إليك دكتور، شكرا جزيلا. إلى أبو مرداس أختنا فريدة، السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك سيدتي، سؤالك. عندي سؤال فيما يخص الإرث. نعم. كاين امرأة عندها 3 ذكور وبنت. البنت هذه توفات في 87، والأم تاعها توفات في 2007، أي بعد 20 سنة. الآن ابناء البنت يطالبوا بحق أمهم، هل عندهم الحق في ذلك أم لا؟ واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، نعود إلى سؤال أختنا كريمة من فرنسا التي تزوجت كما تقول في سن متأخر، أصيبت بيأس مسبق. تطرح السؤال: هل يمكن أن تنعم بالأمومة من خلال ما يطرحه العلم في إطار التلقيح الصناعي بماء زوجها ولكن ببويضة من امرأة ثانية؟ ما قولكم؟ الشريعة الإسلامية تنظر إلى المستجدات بقواعد وضوابط أشرحها الآن. التلقيح الاصطناعي من النوازل، هذه لم تكن مطروحة لدى العلماء الأوائل، ولكن مما أفرزه العلم الحديث والطب، تمام، الطب خاصة، أفرز جملة من القضايا المستجدة، وأهل الشريعة ينظرون في هذه القضايا ويحكمون إما بكونها حلالا أو بكونها حراما أو بكونها مكروهة أو إلى آخر هذا الكلام، يعني الأحكام الشرعية المعروفة. فالتلقيح الاصطناعي جائز، نروح لكم مباشرة، الهدف جائز ولكن بشروط. الشرط الأول أن يكون التلقيح الاصطناعي يلجأ إليه إذا لم ينفع التلقيح العادي، يعني يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي إذا لم يتحقق الإنجاب بالطريقة العادية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يتم التلقيح الاصطناعي حال قيام عقد الزواج، يعني ما دامت الحياة الزوجية مشروعة، يعني عقد الزواج لا يزال صحيحا، لازم يكون عقد الزواج بين رجل وامرأة. الشرط الثالث أن يتم التلقيح الاصطناعي حال حياة الزوجين. نفتح قوس الآن، العلم يعني فاجأنا وأحرجنا كثيرا الآن فيما يسمى بالبنوك، ماشي بنوك نتاع الأموال، كاين بنك اللي يحفظ بويضة المرأة. إنسان عنده زوجة
يجيب البويضة نتاعها ولا يجيب ماء الرجل زوجها يديره في البانكة بعد وفاته ب10 سنوات هذيك زوجته قادرة تدير هذيك التلقيح الاصطناعي. كي نقولها منين جبتي هذا الماء تقول هذا ماء زوجي الذي مات منذ 10 سنوات. دي مسألة في غاية الخطورة. لذلك جاء هذا الشرط لا يجوز أن يعني لا يصح التلقيح الاصطناعي إلا إذا تم حال حياة الزوجين. لازم يكونوا عايشين في زوج، ما يلزمش واحد منهم يكون ميت والآخر حي، لا، هذا شرط مهم جدا. الشرط الرابع يجب أن يتم هذا التلقيح الاصطناعي برضا الزوجين بغير إكراه. الشرط الخامس أن يتم التلقيح الاصطناعي بماء الزوج وبويضة زوجته فقط. هنا وصلنا إلى محل السؤال نتاع الأخت كريمة في راسها. إذن يا أختي العزيزة أختي كريمة نقول لك هذا الشرط موش متحقق. أنت تزوجت متأخرة، هذا قدر الله عز وجل، ويجب أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. وصلتي درتي كل التحايل لكن ما كانش، بلغتي سن اليأس، فبالتالي ما عندكش حق باش تستعيرين بويضة امرأة أخرى باش يتم التلقيح الاصطناعي انت بين ماء زوجك وبين بويضة المرأة الأخرى. إذن للأسف نقول لك هذا أمر غير جائز. هناك شرط أخير مهم أيضا بعد ما ذكرنا كل هذه الشروط، يعني إن شاء الله يكون الإخوة المشاهدين يعني فهموها مليح مستوعبة. لا يجوز الاستعانة بما يسمى بالأم البديلة، يعني لامير بورتوز، لا يجوز. البويضة للمرأة نعم، يعني ممكن الرجل مع المرأة زوجان يتفاهموا مع امرأة أخرى يكريوا الرحم نتاعها. للأسف يعني هذه من المحرجات، ما يكريوش الناس غير المحلات التجارية ولا يكريوا لي زابارتمون، ولا يكريوا حتى الأرحام. نعم، يتفاهموا يكريوا رحم تاع امرأة فيتم تلقيح في الرحم نتاعها، وبعدين كي تزيدوا يروحوا لكلينيك العيادة يديوا معهم شوية لفلور يستلموا الولد. هذا الموضوع أثار قضايا كثيرة وسط المحاكم، قضايا لا نحصيها عددا لكثرتها. لماذا؟ لأن خالفنا هذا الشرط من الشريعة الإسلامية تضبط هذه المسائل المستجدة بقواعدها الثابتة الذهبية. نقول لك يا أختي كريمة ربي يحفظك، لازم تأمن بالقضاء والقدر. درتي هذه النية ولكن هذا الأمر لا يجوز. نصحوك بأمور أخرى، ممكن ديري كفالة ريكوي ليغال. الكفالة جائزة شرعا بعدما حرمت الشريعة الإسلامية التبني لعدة أسباب، للمآخذ الكثيرة والمفاسد الكثيرة التي تنجر عن التبني. جاء الشرع الحكيم الذي أجاز وفتح باب الكفالة على مصراعيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين. مبروك عليكم إذا جبتوا طفل ولا طفلة تربيوها يعني تربية حسنة، الله يبارك، عندكم أجر كبير. اسمحي لي نقول لك بالك ما تجيبيش هذاك الأجر من خلال تربية الوالد نتاعك من صلبك. لذلك نقول لك بكل صراحة هذا هو الحكم الشريعة في هذه المسألة. جبتوا كفى الله يبارك، وإلا تصبروا، ربي سبحانه هو اللي يعطي من مقتضيات الإيمان بالقضاء والقدر. وإن شاء الله المهم تكونوا مؤمنين، تكونوا صالحين، ربي يحفظكم في الدنيا تمهيدا للسعادة الأبدية في الآخرة. شكرا جزيلا دكتور سعيد وأحسن الله إليك، بارك الله فيك على هذا التوضيح المستفيض، لأنه هذا سؤال قلق، وحتى إجابتك حول الحل، لأن شعور الأمومة أحيانا يدفع إلى التفكير في كل السبل حتى يتحقق. إلى غرداية سيدة فاطمة الزهراء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سامحينا طولنا عليك شوية. الأخ سعيد عندي سؤال. تفضلي. عندي الأم تاعي في واحد وقت قديم كانت عندنا واحد القطة في الدار وولدت لينا. ومن بعد ما ولدت أمها هزت هاد الوليدات تاعها ولاحتهن. من بعد ما رجعت فيها في الطريق ولقيتهم ميتين.
أيوة. يوم بعد قالت كيفاش تكفر على هذا الدم تاعها. الله يحفظ الوالدة إن شاء الله، نجاوبوها إن شاء الله. هي ما كانش قصدها باش تقتلهم ولا داك، عاد يعني يقيسوا رواح. باش يقدروا يعيشوا حدهم برا. اي الله يبارك. نجاوبوك أخت فاطمة الزهر. بارك الله فيك. شكرا على هذه الحصة، ربي يوفقكم إن شاء الله. الله يبارك فيك يعني. شكرا على هذه الحصة دكتور. الله يخليك. طيب فريدة بومرداس تسأل عن حق البنت، 3 ذكور وبنت. البنت توفيت عام 87، الأم توفيت في 2007. أبناء البنت تقول السيدة فريدة أنهم يطالبون بحق أمهم، فهل لهم في الميراث حق؟ نعم. الأخت فريدة من بومرداس نفيدك بما يأتي بيانه. نقول لك مدام البنت ماتت في 1987، يعني ماتت قبل أمها، فبالتالي نقول لك هنا تتحقق شروط الوصية الواجبة. يعني من شروط الوصية الواجبة موت هذه البنت التي ماتت في حياة أصلها. إذا مات الابن الفرع سواء كان ابنا أو بنتا في حياة الأصل، يعني هنا يمكن تطبيق قواعد الوصية الواجبة إذا لم تسعفنا قواعد الميراث العادية. قواعد الميراث العادية نعطيك مثال. ممكن الإنسان يموت مثلا ويترك بنتا وبنت ابن، الابن مات في حياة أبيه مثلا، هنا لا نلجأ إلى تطبيق قواعد الوصية الواجبة. لماذا؟ لأن القواعد الميراث العادية تجزي تكفي فالوارثة هذه ترث بالطرق العادية. البنت في هذه المسألة ترث النصف، أما بنت الابن ترث السدس تكملة للثلثين. طيب ولكن في مثل هذه الحالة كاين ذكور، لو كان طبقوا القواعد العادية معناتها أولاد البنت اللي ماتت في 87 ما يورثوا ولا شيء. ولكن هنا نلجأ إلى تطبيق قواعد الوصية الواجبة أو قواعد التنزيل، معنى ننزل أولاد البنت اللي ماتت في 87 منزلة أصلهم، أمهم التي ماتت في حياة الجدة أو في حياة أمها، إذا رجع يعني الضمير رجع إلى هذه البنت المتوفاة في 87. نطبق قواعد الوصية الواجبة إلا إذا كان فيه هبة، إذا كان فيه هبة ممنوحة، إذا كان فيه وصية بارك الله. تبقى القاعدة لا وصية للوارث. ولكن أخذا في الحسبان هذه المعطيات أختي فريدة، نقول لك أولاد البنت اللي ماتت في 87 يورثوا من ناحية الفقهية، ويورثوا أيضا بشرك من الناحية القانونية. رجعي للقانون الأسرة، قانون 84/11، روحي للمادة 169 170 171 172. هذه المواد تلقاي هذه الأحكام موجودة في المادة مثلا 172، تلقاي في هذه الأحكام، معناه يورثوا من ناحية القانونية بدون أدنى إشكال. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا دكتور. طيب أختنا فاطمة الزهرة تسأل عن أمها، لديهم في البيت قطة يعني لتربية هذا الحيوان الأليف، ولكنك تعرف القطة ما تولدش واحد، يعني ممكن 4 5 أخذتهم إلى الخارج حتى يسترزقوا من خشاش الأرض. فوجئت أن هذه القطة الصغيرة ماتت. ما حكمها؟ سيدة كبيرة تفكر في. طيب نعود، ولكن سمحنا نرجع المكالمة دكتور. أختنا فاطمة من الجلفة. أختنا فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بك، سؤالك. أخي زوجي يعمل بعيد عني، وبعد مناوشات أيوة. بعد مناوشات كلامية طلقني في الهاتف طلقة واحدة. ما حكم هذا لي؟ طيب هل أذهب إلى بيت أهلي أو ماذا أفعل؟ هو لم يأتي بعد. متى وقع الطلاق؟ متى طلقك عبر الهاتف؟ البارحة فقط. البارحة فقط طلقة طلاق واحدة. جديد. قال لي أنت مطلقة بعد مناوشات في الهاتف. نعم. طيب أرجوك أن تشوفوا ماذا أفعل وماذا يفعل هو كي يرجعني، أو أنا لا أعرف شيء. نعم. طيب. وشكرا. بارك الله فيك فاطمة. يجاوبك إن شاء الله الدكتور. بارك الله فيك إبراهيم. حنان بومرداس. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
خويا نشكركم بزاف على هذا الحصه، يعطيك الصحه. واجبنا سيدة حنان. سؤالك؟ خويا عندي زوج اسئله. السؤال الاول اللي هو خويا حبيت نعرف اسكو يقولوا العين شغل تسبق القدر، حبيت هكا شويه تفسير على هذه الامور. طيب خويا والسؤال الثاني اللي صوم 3 ايام تاع الحليف تاع اليمين اسكو يصومهم على بعضهم متتاليين ولا يقدر شغل هكا يقطع بيناتهم؟ فيسمع فيها. واضح سيدة حنان. سؤالك الثالث؟ اخويا هذا من الاسئله ويعطيك سؤالي. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا. ابراهيم من بعد اخت حنان؟ ما فيش اتصالات. طيب جميل. نعود نستوفي الأسئلة ونعود لكم. أخت فاطمة طبعا بعد السؤال عن أخت فاطمة نعود فاطمة الزهراء من غرداية. نعم. في نصيحة ثم جواب عن سؤال أخت فاطمة الزهراء. بالنسبة للنصيحة، القطة اللي عنده قطة وحيوان أليف في بيته يعرف باللي ممكن في يوم من الأيام تزيد، فبالتالي هذرك معليش سمحوا لي على هذه النصيحة. تذكرت الآن أحد الإخوة الأفاضل قال لك القطة عندنا كي تزيد يروح يجيب لها فيونداشي يعني من رقة قلبه قال لك ما نعطي لهاش حتى يعني لا أي لحم عادي، قال لك نجيب لها فيونداشي. وهو ما يسمعنيش واحد يقول هذا غني والله غير يعني فقير جدا. قال لك ولكن نحس بأنه كي شغل راهي الآن في يعني في الحرمة نتاعي نفرحها على الأقل هذاك نهار يعني زيدت ونجيبها. تذكرت الآن هذه فيونداشي كي قلت علاش ما جبتش لحم عادي قال لك لا ولو كان نجيب قسم مبلغ صغير المهم ندير كما نقولوا هذا يعني نفرح معاها اليوم ويعطي. هذه نصيحة حبيت نقول ماهوش يعني كي يزيدوا برك واحد يتقلق وبعدين يرموهم كاع لبرا، مازال ما يعرفوش طريق، مازال ما يعرفوش وماشي كاع يجيبوا لهم فيونداشي، ماشي كاع يجيبوا لهم فيونداشي. هذا مثال فقط تذكرته ما حبيتش يعني يغيب عني وذكرته هكذا عارضا. ولكن ماهوش فقط هما زادوا تتقلقوا اللي تدخل البيت ورميهم في البيدون ولا في الشكاره رميهم في الطريق، وخاصه في المدن وكاين سيارات وكذا الى اخره يقتلوا يموتوا هكذا. اعطوا له فرصه على الاقل يعرف شويه الدنيا ويأكل من خشاش الارض. وإحنا عارفين الوعيد النبوي في هذا الباب: دخلت امرأة النار في هرة. هذيك الهرة واش دارت لها؟ ربطتها خلتها في الدار غلقت عليها الباب فلم تطعمها وكذلك لم تطلق سراحها، ما اعطتلهاش الحرية نتاعها كما ورد في الحديث لتأكل من خشاش الأرض. إذا من أجل هذا الذنب يعني هناك هذا الوعيد للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حديث آخر هذاك العصفور الذي يقتل عبثا يعج إلى الله يوم القيامة، معنا يشتكي الله سبحانه وتعالى قائلا: يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. شريعتنا الغراء كما تقرر حقوقا للإنسان طول العمر طول حياته في جميع مراحل حياته، أيضا تقر حقوقا للحيوانات والطيور وغيرها. هذه نصيحة عامة لجميع المشاهدين والمشاهدات. أما بالنسبة لفاطمة الزهراء تقول لي ما حينما لاحتهم ما هيش يعني بقصد سيء ولا القتل نتاعهم فماتوا لقاتهم ميتين، تتوب الله سبحانه وتعالى مليحة التوبة، ولكن لا شيء عليها، ما تدفع أموال ما تصوم ولا شيء، بينها وبين ربي باش يرق يعني قلبها يرتاح 100%. تقول ربي اغفر لي إذا كان يعني وربي سبحانه عليم قادر يعلم على كل شيء لا يخفى عليه شيء الظاهر والخفي. فبالتالي تقول بينها وبين ربي سبحانه: يا ربي إذا كان عندي شيء من الذنب فيما حصل ربي توب علي، والتوبة مقبولة ومطلوبة في كل الأحوال، ولا شيء عليها لا كفارة ولا فدية ولا صيام ولا شيء، فلتطمئن وترتاح إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا جزيلا دكتور وأحسن الله إليك. نعود ونرجع حقيقة يعني لما ذكرت حديث القطة كأنه هذا التخصيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القطة لهذه الطبيعة الخاصة لهذا الحيوان الأنيف، وهذا الله يبارك فيه اللي يشري لهم فيونداشي ربي يجزيه إن شاء الله على أنه سبحان الله الرفق بالحيوان مطلوب في شرعنا. عائشة من أين يونس؟ الأخت عائشة خنشلة. السلام على خنشلة. ألو مرحبا أخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام.  خويا عندي سؤال. تفضلي به.
تفضلي يا أخت عائشة. الحمام. الو. وش به الحمام؟ حلال ولا حرام؟ الحمام حلال ولا حرام؟ أيوة إن شاء الله. الماء كي تخرج لبرا. أيوة. السروال حلال ولا حرام مع ليكات طويلة؟ نجاوبوك إن شاء الله أخت عائشة. والأخ. نعم. نحب تليفون خاص للشيخ. طيب خلي معلوماتك وبياناتك عند يونس المخرج، والشيخ إن شاء الله يبلغك رقمه للإجابة عن استفساراتك. بارك الله فيك. هذه أسئلتك أخت عائشة. بارك الله فيك. إبراهيم اتصال آخر؟ لا بأس. بارك الله فيك. نعود إلى الأسئلة. طيب أختنا حنان التي تؤمن بالقدر وبخيره وشره تعرف وتسمع بأن العين أسبق من القدر، كيف؟ في الحقيقة موضوع العين يحتاج إلى كلام طويل، ولكن يكفي أن أذكر أختي حنان من بومرداس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين حق العين حق العين حق، ولكن في الوقت نفسه لازم نفهم أن هذا الأمر لا يحصل أي أذى إلا يعني بإذن الله عز وجل. كل ما يحصل في هذه الدنيا لا يخفى على الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. نتذكر قول الله سبحانه وتعالى، الآيات كثيرة ولكن اختاروا منها بعض الآيات. يقول رب سبحانه عز وجل في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلى آخره، حتى يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا راجعون. معنى رب سبحانه يحذرنا ويحذر أفئدتنا لتقبل ما يأتي به القدر. هذا رقم واحد. صح. نأتي أيضا لأمر آخر. النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق العين حق العين حق. هذه مسألة ما نسوهاش. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرشدنا ونصحنا بأن واحد كي يشوف أي إنسان له نعمة، كل ذي نعمة محسود. هذا عنده مثلا نجح في شهادة من الشهادات، هذا بنى مسكن، وهذا ربح في تجارة، وهذه تزوجت، وهذه للأسف الشديد كاين من الناس اللي ما يعرفوش الله يبارك. سبحان الله، إذا كان شاف واحد يعني بدأ يخدم في المسكن نتاعو، بعد 6 شهور إذا كان لا الدار لا الضال ما يجيش يقول الله يبارك، يقول يهو ديجا يعني 6 شهور وكمل. إذا كان واحدة تزوجت صغير يقولوا لا بناته قاعد تزوجين، يقول كيف يا عجب شني هذا، علاش فلان وبناته قاعد تزوجوا في الوقت ولا الصغار وفلان. هذه أهم يقسمون رحمة ربك. ربي سبحانه يضبط حتى مشاعرنا. الإنسان ما يدخلش في أمور هذه إطلاقا. لما المؤمن يستقبل يقول مرحبا باللي أعطى الله، مرحبا استكشار ربي، هكذا يستقبل القضاء والقدر. وهو لا يجوز له أن يحسد، خاطر الحسد هذا واعر. ربي قال في القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد. فبالتالي خاصة عين الحسود حقيقة قوية وقوية جدا، ولكن هل يمكن أن تحدث أذى أو تلحق ضررا يعني بعيدا عن إذن الله عز وجل؟ الجواب لا. كل شيء بقضاء وقدر. الإنسان يلتزم المحصنات المختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا شفت واحد عنده نعمة، بدل تقول له إيهوه ولا تقول له كلام يعني لا يليق، تقول له بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. إذا ما تعرفش هذا الحديث قل الله يبارك، قل الله يبارك وهذا يكفي. إذن العين هذه موجودة، تضر كما تضر الصغار، تضر الكبار، تضر الرجال، تضر النساء، ولكن لا يحصل ذلك الضرر إلا بعلم الله عز وجل. والإنسان يقوي ثقته بالله عز وجل ويقين في الله عز وجل، ويكثر من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كي يقول مثلا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الإنسان يكثر من هذه الأدعية يتحصن مع الإيمان، وإذا جت أي حاجة مرحبا بقضاء الله وقدره. بارك الله فيك دكتور وشكرا جزيلا. طيب نبدأ في الإجابة عن الأسئلة المتبقية، إجابات بين قوسين ماراثونية ومحددة جدا في حجم 10 دقائق المتبقية.
عمار من أين إبراهيم؟ تكون نسمع عمار. أنا عمار. السلام عليكم. مرحبا بك خونا عمار، لاباس؟ الله يبارك فيكم خويا. رانا اشتقنا للحصة هذه بحكم رانا نسكنوا في الحدود اللي غاب خط واحد ما قدروش. عندي ولو رغم الزميل يعني قال لي الوقت راه خلاص. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم خويا عمار عندك أسئلة كثيرة؟ لا ما كانش. تفضل معلش. ما حكم من حج ورجع إلى بلاده دون أن يأتي بطواف الإفاضة؟ أيوة. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني نختصره بالدارجة يا فضيلة الشيخ. عندنا مثلا امرأة تتزوج في الولاية تاعنا، رغم كل قرية فيها مسجد، والمسجد هذاك فيه إمام، والإمام حاضر يوميا في المسجد. يتم العقد القانوني في البلدية، ومن بعد يتم العقد الشرعي يخليه الإمام هذاك ويديه واحد مثلا يحفظ القرآن، وإنما ما يصليش الشخص هذاك. وأنا حضرت في بعض الأعراس يخليه الإمام ويديه شخص يقول لك الطالب هذاك راه يقرأ مليح القرآن، ليس أقصد بطالب جامعي يحفظ القرآن وطالب في داره، وإنما تارك الصلاة. هل هذا العقد الشرعي جائز ولا ما جائز؟ وبارك الله فيكم ووفقكم الله. خويا عمار، نعم. هذا الطالب يجري العقد أو يروح شاهد ولا يجري العقد داخل المسجد؟ لا يروح الدار نتاع الزوج، ويكون أهل الزوجة وأهل الزوج وشاهدين، ويقوم بقراءة الفاتحة وبعض الدعاء والسلام عليكم ويجي خارج. الله يبارك. إن شاء الله نجاوبك خونا عمار، ربي يبارك فيك ويهنيك إن شاء الله. شكرا جزيلا. تسأل أختنا حنان عن كفارة اليمين وصومها، هل تصوم بالتوالي أم بتفريق؟ أولا طبقا للمادة للآية يعني أحيانا خلط على بالمواد ولا نقولوا طبقا للآية القرآنية الواردة في سورة المائدة في الآية 87. ما الترتيب؟ ماهوش الصيام هو الأول. أيوة. الإطعام. أيوة. الإطعام 10 مساكين. نعم. ولا كسوة 10 مساكين. إذا كان الإنسان ما قدرش هنا يروح للصيام، مع الإطعام يسبق الصيام. ولكن احنا في العرف هكذا يقول لك فلان باش يحنث يقول لك عندي 3 أيام، عندك 3 أيام، جرت مجرى الغالب. ولكن إذا كان الإطعام أولا الكسوة، ثم بعد ذلك إذا كان الإنسان ما قدرش يطعم ولا يكسي يعني 10 فقراء، هنا نروح للصيام. والصيام يا أختي حنان عندك طريقتان، يا إما تصومي هذيك الأيام متتالية 3 أيام متتالية، مثلا تصومي الحد الاثنين 3، ويجوز لك باش تصوميها متفرقات، هذه جائزة وهذه جائزة. الله يبارك فيك. أختنا عايشة من خنشلة طرحت هي حتى في بشكل بسيط قالت لك الحمام حلال وحرام الإسلام. يقول لك الحمام هو حلال لأنه الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، ولكن هي قصد الحمام اللي تماما اللي يروحوا ليه نساء وكذا وكشف العورة وما كانش السترة وكذا. نقول لك هذا لا يصح، لا يصح. إذا كان لا في أي حمام لا تحترم فيه الضوابط الشرعية، الذهاب إلى هذا النوع من الحمام لا غير مقبول شرعا، لأنه مطلوب شرعا والمحافظة على السترة، المحافظة يعني على كرامة الإنسان، ما يلزمش يعني يعرض العورة نتاعو لأي إنسان. طيب، ولكن الحمد لله يعني الآن ظروف ميسرة عند كثير من الناس أنه الحمام راه في الدار. صح. في الدار يسخن الماء ولا يدير هذاك اللادوش ولا البنوار ولا ويستحم بدون حرج، وهذا أمر جائز. أما الذهاب وارتياد هذه الحمامات التي لا تضبط فيها، التي لا تحترم فيها الضوابط الشرعية في السترة خصوصا، فهذا أمر مرفوض شرعا. طيب دكتور سامح لي للاستزادة والضبط، بعض الحمامات معروفة في بعض ولايات الوطن حتى أنها حمامات للاستشفاء فيها ضوابط، كل واحد عنده حجرة خاصة. نعم. هذا ما قولكم فيه؟ نعم، بالنسبة للحمامات هذه اللي راهي منظمة وفيها نظافة وفيها حرمة وفيها سترة، هذه جائزة.
بلا ما نذكر حتى حمام باش ما نديروش دعاية لأي حمام من الحمامات، ولكن حمامات علاجية. نذكر حمام الصالحين هو اللي جاء في بالسكرة، فبالتالي هذا الحمام يعني من الحمامات يعني اللي فيها يعني كلها الضوابط محترمة، فليس في ذلك حرج. بارك الله فيك. تسأل عن المرأة وهي تلبس سروالا مع سترة تصل تقريبا كل كات طويلة وكذا. والله الشرع لا يتحدث عن نوع معين من اللباس، نعم، يتحدث عن شروط وأوصاف، فبالتالي فمن ثم لا حرج في ذلك، ما دام لي كات طويلة مستورة ومعها سروال وكذا فليس في ذلك حرج. المهم احترام الأوصاف الواردة شرعا المحققة لسترة المرأة. بارك الله. ما حكم من طبعا في شروط لا يشف وأن لا يصف وأن يكون ساتر الجسم كله وإلى آخر شروط يعني السترة معروفة في شيء. بارك الله. طيب إلى عمار وسؤاله عن الحج دون طواف الإفاضة، وكنا قد بدأنا به، ثم عن الزواج بالعقد مع هذا حافظ القرآن. طواف الإفاضة وسأل عن طواف الإفاضة. طواف الوداع قلنا حكمه الشرعي، حكم الشرع طواف الوداع معروف، ولكن ذكرنا في مقدمة الحديث إجابة عن أحد الأسئلة. ولكن بالنسبة لطواف الإفاضة يا أخي عمار، طواف الإفاضة يسمى بطواف الحج. نعم. طواف الحج معنى أيام النحر، يوم النحر واش يدير الحاج؟ يدير 4 أعمال. العمل الأول رمي ونحر وحلق وإفاضة، 4. معنى رمي جمرة العقبة الكبرى اللي هي أقرب جمرة إلى مكة، ونحر بالنسبة للقارن والمتمتع، والعمل الثالث هو حلق أو تقصير، والعمل الرابع هو طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يجوز أن يؤديه الحاج يوم النحر يعني يوم العيد، يجوز أن يطوف طواف الإفاضة طواف الحج أيام التشريق، ويجوز أداء طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. أما إذا عاد بغير طواف الإفاضة فطواف الإفاضة ركن، معناه لازم يعود الحج نتاعه. يعود الحج نتاعه. نعم. بارك الله فيك. طيب صالح من بومرداس في الدقائق الأخيرة ويقول امرأة تزوج. بالنسبة لعمار عندي سؤال آخر معليش نجاوب عليه. تفضل شيخنا. أخ عمار، نقول لك أولا المطلوب إذا كان في القرية كان إمام، أنه الناس لازم تدي الإمام احتراما للإمام ولمقام الإمامة، ويكون والله يبارك يعرف القرآن الكريم ويعرف أحكام الشريعة في مجال عقد الزواج، هذا هو الأولى، لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية الأخلاقية. أما أنه يديو أي واحد طالب يعني يبان عليه يحفظ القرآن الكريم ولكن لا يصلي، فهذا أمر مرفوض أخلاقيا. ولكن بالنسبة لعقد الزواج هذا حضور الإمام ليس شرطا. معليش نفاجئك يا سي عمار، حضور الإمام أصلا ليس ركن ولا شرطا من شروط الزواج. المهم يكون هناك رضا الزوجين وهناك ولي الزوجة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، ويكون هناك 2 شهود على الأقل وشاهدي عدل، ويكون هناك مهر ويكون هناك صداق ويكون هناك صيغة اللي هي الإيجاب والقبول. كي يكون هذه الأمور كلها متوفرة خلاص يعني يتم عقد الزواج صحيحا شرعيا. أما حضور الإمام أو حضور الطالب ليس شرطا. أحسن الله إليك فضيلة الدكتور، شكرا جزيلا. صالح من بومرداس، نورا من تيزي وزو، رسائل وأسئلة كثيرة الحقيقة لا تستوعب الدقائق الباقية. لا بأس نعود إن شاء الله في قادم الحلقات لهذه الانشغالات. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام أشكر فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بويزري على هذه المرافقة الطيبة في الإجابة عن أسئلتكم. أنقل لكم تحيات الفريق التقني العامل، شاكرا له أيضا عونه هذه الحلقة في استقبال المكالمات بقيادة يوسف مسلين. غدا لقاء جديد، شكرا لكم.